يا أهلا بكل حبايب قلبي، نورتوني في الحلقة التالتة من فضفضة مع النفس. بعد ما اتعلمنا ازاي نصالح نفسنا ونبطل نجلدها بالكرباج، كان لازم نسأل نفسنا سؤال مهم قوي. ليه بنحس ان احنا طاقتنا دايما خلصانة؟ ليه بنصحى من النوم دايما حاسين ان احنا شايلين جبل فوق كتافنا مع ان احنا لسه ما بدأناش اليوم اصلا؟ ليه بنحس ان احنا بندي وبنعطي وبنقدم وفي الاخر بنصفي على مفيش ومفيش حد حاسس بينا؟ النهاردة جايين نتكلم عن السر اللي هيغير جودة حياتك. جايين نتكلم عن الحدود النفسية. ازاي انك تقولي لأ وانتي مرتاحة، وازاي ترسمي خط احمر حوالين قلبك ووقتك ومجهودك من غير ما تحسي ان انتي انانية او مقصرة. القعدة النهاردة محتاجة تركيز عالي وروح هادية، فلو بتشربي قهوة حضري قهوتك وتعالي حضري اي مشروب انتي بتحبيه وتعالي نبدأ الحلقة. استنزاف الروح. في حقيقة في علم النفس يمكن تكون صادمة شوية، وهي ان احنا اللي بنعلم الناس ازاي يتعاملوا معانا، ولما بنكون متاحين ليهم طول الوقت وبنوافق على كل حاجة بتطلب مننا حتى لو كانت الحاجة دي فوق طاقتنا، من غير ما نحس احنا بنبعت للناس دي رسالة بنقول لهم انا مش مهمة، مشاعري مش مهمة، مجهودي ملوش تمن، المهم انتوا. طيب كم مرة وافقتي تروحي مشوار وانت جسمك بيترعش من كتر التعب بس مكسوفة تقولي لا لصاحبتك؟ كم مرة شيلتي شغل غيرك في الشغل أو في المكتب أو مسؤولية حد في البيت وانتي أصلا مش قادرة تشيلي نفسك؟ المشكلة إن احنا بنخاف لو رسمنا حدود الناس تزعل مننا أو تبعد عننا أو يتقال إن احنا اتغيرنا مثلا. بس الحقيقة بقى إن اللي بيحبك بجد هيحترم حدودك وهيقدر تعبك، واللي بيحبك بجد مش هيزعل منك. بس اللي بيحب استغلالك هو بس اللي هيزعل. انتي مش محتاجة في حياتك ناس بتحب منفعتها منك، انتي محتاجة ناس بتحبك انتي لنفسك. في فخ اسمه فخ إرضاء الآخرين. في مدرسة كبيرة في التربية بتقول إن إرضاء الناس ده مش مجرد طيبة زيادة، ده أوقات كتير بيكون آلية دفاع انتي اتعودتي عليها من صغرك. احنا اتربينا في بيوتنا ومجتمعاتنا إن البنت الشاطرة هي المطيعة اللي بتسمع الكلام، ما بتزعلش حد، ما بتقولش لأ. وده خلانا لما كبرنا نربط قيمتنا وحبنا لنفسنا برضا الناس عننا. بقينا نحس ان احنا لو الناس راضية عننا فانا كده خلاص انا ست ناجحة وزوجة ممتازة وصديقة وفية. لكن لو حد واحد بس كشر في وشي او زعل مني عشان قصرت في طلبه مني، خلاص الدنيا بتسود في عيني وبحس ان انا فاشلة. ارضاء الكل غاية لا تدرك، يعني مهما عملتي مش هتقدري توصلي لها. الأهم كمان من رضاهم هو سلامك انت الداخلي. كلمة لأ اللي هتقوليها دي مش كلمة قليلة الذوق، كلمة لأ هي اللي بتحميكي من الاحتراق النفسي. لما تقولي لأ لموضوع هيجي على حساب صحتك، انت في الحقيقة بتقولي أيوة كبيرة قوي قوي بس لنفسك، لراحتك ولحقك في الحياة. أنواع الناس في حياتنا. في دراسات اجتماعية بتقول إن الناس اللي بنقابلهم أنواع. في ناس معطائين بطبعهم وفي ناس أخاذين بطبعهم. المشكلة ان انت لو انسانة معطاءة بزيادة ومن غير حدود هتجذبي ليكي دايما ناس مصاصين الطاقة، دايما بيدوروا على الصدر الحنين والكتف اللي يشيل عنهم، وفي الاخر بيسيبوكي ويمشوا، بيسيبوكي وانت ناشفة وتعبانة وانت محتاجة. الحدود يا جماعة مش معناها ان احنا نبني سور عالي ونقفل على نفسنا ويبقى عندنا قسوة تجاه الناس، لا خالص. الحدود عاملة زي سور الجنينة الجميل، هو محوط عليها عشان يحمي الورد اللي جواها من ان هو يتداس بالرجلين. لما ترسمي حدودك انتي بتبدأي تعملي فلترة لكل الناس اللي حواليكي، للدايرة اللي حواليكي. بتبدأي تشوفي مين اللي بيقدر مجهودك وبيديكي زي ما بياخد منك، ومين اللي بيعتبر عطائك ده حق مكتسب ليه وبيطالب كل شوية بزيادة منه كمان. الشخص اللي بيزعلك ويقلب وشه لما بتقولي لأ
هو اكتر شخص كان مستفيد منك لما مكنتيش بتنطقي الكلمة دي، وده بالذات اللي هو لازم حدودك معاه تكون واضحة وقوية. أصعب خطوة في رحلة رسم الحدود هي الإحساس بالذنب. أول ما بتبدأي تاخدي قرار وتقولي لأ أنا مش هقدر أعمل ده النهاردة، دايما بيبدأ المذيع الداخلي اللي في دماغك اللي جواكي يقولك يا حرام انت كده كسرتي بخاطرهم، انت بقيتي أنانية، انت بتحبي نفسك، بس ايه القسوة اللي انت فيها دي. في علم النفس ده بنسميه الذنب الوهمي. انت مش مسؤولة عن خيبة أمل الناس التانية لما تطلبي حقك في الراحة. كل واحد فينا مسؤول عن نفسه. المسؤولية الوحيدة والأولى اللي عليكي هي تجاه أمانتك اللي ربنا أمنك عليها، اللي هي روحك وصحتك. الغفران اللي اتكلمنا عليه قبل كده لازم نطبقه هنا كمان. لازم تغفري لنفسك ان انتي مش سوبر وومن، وانك مش هتقدري تشيلي حمولة العالم كله على كتافك. الطيبة اللي بتيجي على حساب حرق دمك ما بتبقاش طيبة، بتبقى تضحية في غير محلها، ودايما بتهد مش بتبني. تمرين الحلقة دي محتاج صدق مع النفس شوية. عايزة منك المرة دي تمسكي ورقة وقلم وتكتبي اكتر 3 حاجات في حياتك بتعمليهم وانتي مغصوبة او مضغوطة او حاسة ان روحك بتتسحب منك وانتي بتعمليهم. وبعدين قدام كل حاجة اكتبي جملة اعتذار شيك ومهذبة بس واضحة. جربي تقولي لواحدة منهم لأ الأسبوع ده، وشوفي إحساس الحرية والكرامة النفسية اللي هتحسي بيه. ابدأي بالحاجات البسيطة، ومع الوقت هتلاقي عضلة الحدود عندك بقت قوية، وهتعرفي تحمي حياتك كلها بكل ابتسامة وهدوء. في النهاية افتكري دايما ان انتي مش محطة بنزين الكل يمون منها ويمشي ويسيبك فاضية. انتي إنسانة ليكي طاقة، وطاقة محدودة، وليكي حق في الراحة والتقدير. رسم الحدود هو قمة الأدب والرقي مع النفس. لو حسيتوا ان الكلام ده لمسكوا شاركوني في التعليقات ايه هي اكتر حاجة بتلاقوا صعوبة ان انتوا تقولوا عليها لأ، وهنتظركم في فضفضة جديدة وجبر خاطر جديد. دمتم في سلام نفسي. سلام.